أي حد حابب إن هو ياخد خطوة في المجال ده تساعده كتير، أنا باروح مع تاسك الصراحة، يعني بناء على تجربتي أنا الشخصية. أنا مينا زكريا فقد شحاتة، صيدلي، صيدلة أسيوط سنة 2006. بشتغل في المملكة العربية السعودية من 2011. حاليا أنا شغال في شركة بتدير عيادات المناطق النائية التابعة للأويل أند جاز. بالاضافه لشغلي ان انا انترستد في مجال الداتا اناليسيز، وقد ايه الموضوع ده مهم بالنسبه لنا في شغلنا، ان احنا بنجمع داتا وبناء عليها بنعمل فوركاست كويس، بنعمل بيرشيزنج اوردر، بنعمل ريكويست الماتيريال سبلايز، بتكفي الستاف اللي موجود او احتياجات اللي ممكن تكون موجوده ريموتلي عن طريق الاويل اند جاز. فواحدة من كانت ضمن اختياراتي كانت سيبس، لأني خصوصا ابتديت أشوفها في الجوب ريكوايرمنت في الفترة الأخيرة. فحبيت أعرف الشهادة دي بتتكلم من إيه بشكل أكبر. لما دورت عليها لقيت إن تاسك من الأماكن المؤهلة اللي هي تخليني أجتاز الامتحان بسلاسة. كانت ليا معاهم تجربة جيدة جدا في صياغة المادة، وخصوصا إن أنا نوعية دي من الشهادات كنت قلت مريت بيها في موضوع البي دي والار ان دي. إن المنهج قد إيه بيكون طويل، قد إيه بيكون فيه تريكس معينة في الأسئلة، وعارف نوعية الأسئلة بتكون how it's tricky when sometimes you choose the best answer. فتحتاج حد يكون عنده فهم عميق، وعارف الطريقة اللي ممكن بتوجه بيها الأسئلة، بلس الكويشن بانك اللي ممكن يكون موجود، أو التدريب على نوعية الأسئلة نفسها. وده اللي انا لقيته سهل لي كتير في اجتياز الامتحان الدولي بطريقه اولموست. عايز اقول ان انا لما كنت في وقت الكورس كنت ادخل الموديول الاقي نفسي مؤهل تماما للامتحان. اكيد فرقت في السي في بتاعي ان هي بقت واحده من الكواليفيكيشن اللي هي بتبقى مطلوبه، مش بريفير، لكن sometimes mandatory يعني. وبالذات في الهاي ليفل اي حد محتاج ان يجتاز الامتحان ده بسهولة، يقدر يعتمد على تاسك في الموضوع ده. لا، تجربة مختلفة، وبالنسبة لأي حد حابب إن هو ياخد خطوة في المجال ده تساعده كتير، أنا بروح مع تاسك الصراحة، يعني بناء على تجربتي أنا الشخصية.